لا يعاني سكان الحدود الجزائرية المالية من العيش في ظروف صعبة فحسب، بل تعدت معاناتهم إلى العيش دون هوية رغم التسهيلات التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلا أنها لم تصل إلى سكان برج باجي مختار المولودين بمالي، حيث يتنقل الآلاف منهم في رحلة تكاد تكون شبه يومية باتجاه الإدارات العمومية للبحث عن هويتهم وسط تضاربات في الإجابة التي يتلقونها. الجنسية في المحكمة عندنا يقولوا له أنت ما عندكش حق في الجنسية، بوك مولود بالخارج. أصبحنا احنا حايرين في الخارج، هذا الجزائري المولود في الخارج والداخل واش الفرق بينهم؟ دوك أنا مثال راني نمثل لك على روحي، أنا مولود بالخارج مثال، وعندي كاع جميع الوثائق، ما عندي عرقلة كاع في الدولة، الوثائق اللي نديها الله يبارك، ولكن أولادي مولودين هنا في برج باجي مختار وفي طمراس وفي أضرار، وعندي أولاد في الخارج متعدد الجوزات. أولادي هذو ما تمتنحهمش الجنسية، لا اللي مولود بالخارج ولا اللي الداخل، ينقال له أبوه مولود بالخارج. هذه هي الإشكالية. ولا أنا مولود بالداخل وعندي أولادي بالخارج ينقال له عكس كذلك، ما يصيبش الجنسية. لازم حرمان سكان برج باجي مختار من أدنى حقوقهم خلقت مشاكل أكبر تتعدى المنطقة لتصل أثرها إلى كل ربوع الوطن، وذلك من خلال الانتشار الرهيب للزواج العرفي الذي يعد دخيلا على مجتمعنا الذي تحكمه مبادئ وقيم، لكنه أجبر الكثيرين كرها لا طوعا على اللجوء إليه. سن الجواز وعدنا نضطروا على نجوزوهم جواز عرفي على من قلة جنسية، ما كانش جنسية. أنا بنتي مولودة في الخارج، والله أنا مولود في الخارج، ونجي نقدم للجنسية هنا الجنسية ما هي كاينة. رانا رجعنا للسبعينات، الحالة اللي كنا فيها في السبعينات أن نضطروا للجواز العرفي، عدنا نضطروا له. ذاك بنتي كي تبلغ 20 سنة 22 سنة وتعود لاقيها جواز، لا نقعد شادها ما نجوزها، لابد يفرض علي الحال الجواز العرفي. حالات بزاف قد التراب. حرمان من الوثائق طريق لا مفر منه إلى عدم الدراسة والتعلم، ومنها إلى الجهل الذي لا نهاية له سوى آفات داخلة على مجتمعنا.